عاوزين تعرفوا الطريقة الأصلية لكفتة الرز المظبوطة اللي عمرها أبدا ما تفك منكم، متحمرة وبالتسبيكة المخصوصة بتاعتي أنا، عمرها ما تفك. استحالة تفك منك وهي بتتسلق أو هي في الصلصة. شايفين الجمال والحلاوة؟ عايزين تعرفوا الطريقة؟ تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا المكونات بالتفصيل، عشان كل مكون وكل حاجة هتتقال في الفيديو مهمة جدا جدا. اوعوا تسرعوا الفيديو عشان كل حتة فيه مهمة ليكي، علشان تشوفي ما تفكش منك ازاي وتاكليها وتبقى قمر 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 زي ما انتوا شايفين كده. يلا بسرعة ندخل على المقادير. معايا هنا 6 كوبايات من الرز، نقعتهم كويس جدا ساعة، وبعدين سبتهم ينشفوا ساعتين، لازم ينشفوا تماما، وبعدين ببتدي اطحنهم في مطحنة الخلاط. الخطوة دي مهمة جدا جدا، لازم تطحني الرز يكون ناشف. معايا كيلو من اللحمة المفرومة، حاولي ما يكونش فيه دهن كتير. معايا البهارات بتاعتي، توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا مدخنه والسبع بهارات. ومعايا كمان 3 ربط من الخضره، شبت، كزبره، بقدونس لو بتحبي طعم البقدونس، ما بتحبوش زودي كزبره. معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعايا 6 بصلات صغيرين او 4 كبار. دي كل المكونات بتاعتنا، هكتبها لكم كلها. هنبتدي نقلبهم زي ما انتم شايفين كده. ما تستخدميش دقيق رز جاهز لانه مش بيدي نفس النتيجه الحلوه اللي انتوا شفتوها. اوعي تستخدمي دقيق رز جاهز. هنقلب كويس قوي 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 ونبتدي نطحن في الكبه زي ما انتوا شايفين كده. عندك كبتك اصغر شويه هتاخدي كميه اصغر شويه، بس في الاخر كلها هتطحن في الكبه. بطحنها مرتين، يعني اول مره اهي هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دي اول طحنه. بعد كده هطحنها مره تانية، بس مش هصور المره التانية، بس انا بطحنها مرتين عشان تديك النعومه اللي انت شايفاها دي. شايفين الجمال؟ انا مرضتش اطول عليكم الفيديو. هنطحنها مرتين يا جماعه، نخلص الطحن كله ونرجع تاني نطحنها تاني في الكبه. هنبتدي نكيسها بقى اكياس ونعينها في الفريزر زي ما هي كده. هبقى اوريكم طريقه كويسه قوي 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 لانكم تعينوها متبططه كده، ما تاخدش حيز في الفريزر خالص. تتبطط كده وتتحط على طبق. شوفوا جمال، ما تاخدش حيز خالص معاكي في الفريزر، بتتخزن كده بالشهر عادي، شهر وشهرين كمان. شايفين الجمال والكميه؟ هنبتدي بقى يلا نعمل منها شوية صوابع بالصلصة الجميلة. بلي ايدك بس شوية كده من الزيت وابتدي شكلي صوابع واقراص النوعين. شكلت كمية كويسة اهي عشان اعمل لكم النوعين. ابتديت احمر الصوابع، زيت يكون سخن وحمريها كويس، مش نص تحمير، حمريها كويس عشان تبقى ماسكه معاكي في الزيت. دي تكايه بقولها لكم عشان النتيجه النهائيه تبقى كويس. حمريها كويس زي ما انت شايفه كده. حمرت تمام معانا اهي. نطلعها بقى على مناديل او في مصفى زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكله. اتحمرت اهي كلها معانا. تحمروها تمام التحمير يا جماعه. في حله بقى حطيت عودين قرفه وفصين حبهان مستكه، وابتديت ارص الكفته. بعد ما الميه تغلي، ميه بتغلي هي بس بطلت غليان شويه عشان انا حطيت الكفته. يعني حاولي تبقى الميه اكتر من مقدار الكفته اللي انت بتحطيه، حله واسعه. تعالوا نعمل الصلصه بقى. تومه حلوه جميله كده في حته سمنه بلدي عسل زيكم، وكمان معايا كوبايتين من صلصه الطماطم اللي انا عاملاها البيتي، هتلاقوا لينكها عندكم في القناه. مكعبين مرقه ومعلقه من معجون الصلصه. وابتدي زودي لو عندك شوربه حطي، ما عندكيش خلاص. بابريكا مدخنه، شويه توم باودر. بابريكا المدخنه بتدي طعم رهيب، وميه مغليه. انت حاطه مرقه فهي تبقى شوربه، عندك شوربه استخدميها، بس مش محتاجه شوربه. ميه مغليه بس على المرقه بتاعتك.
تيجي تقلبي وتسيبيها تغلي اهي. بعد ما غلت دخلت في الغليان اهي، ابتديت احط الصوابع بتاعتي. احلى تسبيكه للكفته، احلى تسبيكه للكفته. الكفته دي ما خدتش 10 دقايق اللي بتتسلق، 10 دقايق بالظبط كانت مسلوقه. شوفوا عامت كلها ازاي، وكلها مفرفطه خالص اهي، مفيش حاجه لازقه ولا حاجه فكه ولا الكلام ده خالص. ما عندناش الكلام ده خالص، مفيش حاجه بتفك مننا. بشيل بس الحبهان اهو عشان ما يطلعش معاها. يلا، معانا بيض، حط عليه ملح وفلفل اسمر وبابريكا مدخنه وتوم باودر. التوابل دي بتخلي طعم الكفته روعه. حاولي تحمريها وهي سخنه عشان تشيل كميه بيض حلوه، تعمل طبقه كويسه. بيض بتبقى جميله. او عايز تحمريها من غير بيض، حطيها على جريلا بمعلقه واحده بس زيت وحمري. لكن بالبيض بتبقى جميله. في حله، لان البيض بيفور يا جماعه، فلازم تبقى حله عاليه. لان شويه لو جيتي تحطي المقدار التاني من الكفته هتلاقي الزيت فار معاكي ووقع على البوتاجاز بتاعك. فحاولي تعملي في حله. شايفين بقى هيعمل قشره وطبقه روعه. طعم البيض بيبقى خطير 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 خطير. شايفين الجمال والحلاوه؟ تاني اقولك، لو مش عايزه تحمريها في البيض، حطيها بمعلقتين زبده على الجريل وحمريها، هتتحمر معاكي بس مش تديكي نفس الجمال ده. بصراحه انا بحب احمرها في البيض بنفس التوابل دي، بتبقى احلى كتير كتير كتير. شايفين الجمال؟ طريه وروعه. والبيض المتحمر ده الولاد بيخطفوه، البيض اللي بيطلع متحمر جنبها ده الولاد بيخطفوه، بيبقى رائع. شايفين الجمال؟ شايفين بقى النتيجه النهائيه؟ كفته روعه، لا فكت ولا اي حاجه ولا ناشفه، طريه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت ما تفكش منك ابدا. بالمقادير اللي انا قلتها لك المظبوطه دي عمرها ما تفك منك ابدا. مقاديرنا المظبوطه دي مش هتلاقيها غير هنا في قناه ايناس حسنين. تابعوني بقى على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستجرام، كله باسم ايناس حسنين. هستناكوا تشوفوا. شوفوا طريه ازاي. اوعوا تقولوا انها ناشفه عشان كده بفكتش، دي طريه جدا 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 جدا. شويه رز ابيض بالسمنه البلدي، وبالف الف الف هنا عليكم يا حبايبي يا حلوين. اتبسطت جدا وانا معاكم، وبحبكم كلكم كلكم كلكم، وهستناكم وهستنى اللايك والشير والسبسكرايب. يلا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.